قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم. وهذا تذكير من الله عز وجل لك أيها الإنسان بضعفك، أنك ضعيف. فكلنا من آدم عليه السلام، والله تبارك وتعالى خلق آدم من تراب. فهنا تذكير بضعفك أيها الإنسان. يا ابن آدم، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. في هذه الجملة فائدتان. الفائدة الأولى فضل الدعاء لله عز وجل، والفائدة الثانية عدم القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. فالقنوط من رحمة الله من ضعف الإيمان. فالعبد إذا صدق في توبته وعاد إلى ربه وانقطع عن ذنبه وعزم على عدم العودة إليه وعمل عملا صالحا، فإن الله تبارك وتعالى إما أن يمحو هذا الذنب، وإما أن يبدل سيئات هذا الذنب حسنات، لقول الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.